السلام عليكم ومرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير في هذا اليوم المبارك، في هذه الليلة المباركة، ليلة 27 من رمضان، العشر الأواخر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من الذين نالوا ما تمنوا في ليلة القدر. اللهم افتح لدعواتنا أبواب السماء وكل ما تتمناه قلوبنا، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا نورها وبركتها وأجرها وعتقها، واجعل لنا دعوة لا ترد، وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد، واكتبنا فيها من عتقائك من النار، ووالدينا وكل ما نحب والمسلمين أجمعين يا رب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر وأعطنا فيها على قدر قدرك يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من الذين نالوا ما تمنوا في ليلة القدر. اللهم افتح لدعواتنا أبواب السماء. اللهم افتح لدعواتنا أبواب السماء. اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا نورها وبركتها وأجرها وعتقها، واجعل لنا دعوة لا ترد، وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد، واكتبنا فيها من عتقائك من النار، ووالدينا وكل ما نحب والمسلمين أجمعين. اللهم ارحم والدي وكل من اللهم ارحم أخي يا رب. اللهم ارحم أخي واغفر له وثبته. اللهم افتح له أبواب جنة الفردوس الأعلى يا رب العالمين. كل أمواتنا وأموات المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم افتح لهم أبواب جنة الفردوس الأعلى. اللهم افتح لهم أبواب جناتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واعف عنهم في هذه الليالي المباركة، أفضل ليالي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. لا فيديو اللي فاتت اللي شاركتكم بها، نشكركم بزاف 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 كاملين، ونقولكم جزاكم الله كل الخير. اللهم ربي إن شاء الله يجعل كل من دعا، ربي يجعل في ميزان حسناته آمين يا رب العالمين. موضوع كنت رايحة نهدر فيه في هذا رمضان، كنت رايحة نفيد به بزاف من الناس. عندي سنين وانا ملي بديت نركز معاها سوا من رمضان اللي فات، وكملت فيها حتى لهذا الحمد لله، حتى لهذا العام، حتى لهذا الشهر. بديتها من رمضان للآن بإذن الله تعالى. الحمد لله ربي سبحانه هو اللي قدرنا على حاجة اللي ننوها، تكون حاجة تاع خير، إنسان المؤمن يفيد بها الغير حول الله سبحانه. كنت بديت قراءة سورة البقرة في رمضان، كنت بديتها من قبل سنوات بصح، وانت بديت اللي ما قطعتهاش كامل، بديتها من أول يوم من رمضان العام اللي فات، وكملت نويت اني نبدا نقراها كل يوم، ما قطعتهاش الحمد لله بإذن الله تعالى، بحول الله بقدرة الله، وربي سبحانه هو اللي قدرني. الحمد لله يا ربي، ربي قدر كل إنسان ولا كل واحدة ولا كل واحد راهو يسمع فيا ويبغي يقراها. كاين بزاف الناس يبغوا يقراوها، بغيت ندير لكم عليها فيديو وحده مخصص غير ليها، والفوائد تاعها، كيفاش كنت نقراها، وكيفاش بديت نقراها، وكيفاش داومت عليها. هي المداومة، لأنه أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومها. معناتها إنسان مثلا يكون يتصدق ولا يكون أي عمل، أهم هو المداومة، مثلا في النوافل أو الصلوات أو الصدقة أو أي حاجة الواحد كي يداوم عليها هو الصح. وانا ملي نويت الحمد لله، نويت اني نقرا سورة البقرة، ونويت اني
نقراها، بديت نقراها، كنت نقراها من قبل بصح نقراها ونقطع، كل مرة نقراها مرة في الأسبوع، نقراها مرة في 3 أيام، نقراها مرة، كل مرة كيفاش نقراها. بصح من رمضان اللي فات الحمد لله بديت نقراها كل يوم، ولقيت الفوائد تاعها عظيمة عظيمة، فوائد لا تعد ولا تحصى. الحمد لله يا ربي والشكر لله. راح ان شاء الله ندير فيديو سبيسيال خاصة غير بيها، بسورة البقرة، خاصة بالفوائد تاعها، خاصة بطريقة قراءتها، واش الحاجات اللي حكايتي مع سورة البقرة، قصتي مع سورة البقرة، راح ان شاء الله نديرها لكم فيديو وحدها بإذن الله. ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، يتقبل منا ومنكم الدعاء، إن شاء الله يا ربي يعتقنا من النار بإذن الله تعالى. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لنا فيها الخير واصرف عنا فيها يا رب كل شر. اللهم في العشر الأواخر قدرا جميلا وخبرا جميلا ودعوة مستجابة. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم أينما وليت وجهي ازرع الطيبين في طريقي وسخر لي الأرض ومن عليها واجعل حصاد أيامي خير في خير. اللهم الخير الذي يعانق حياتنا دائما وأبدا. اللهم الفرح الذي لا نهاية له. اللهم قربك وحبك ورضاك والجنة يا رب العالمين. واجعل لنا من جبر الخواطر نصيب يا الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لعلها ليلة القدر يا رب. إن كانت هذه ليلة القدر فاجعلها ليلة جبر للقلوب، جبرا يليق بكرمك ولطفك، وجبرا يداوي الآلام وينسينا متاعب الأيام يا الله. اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا نورها وبركتها وأجرها والعتق فيها، وأعنا على قيامها إيمانا واحتسابا، واستجب فيها لنا الدعوات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أمنا عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له: أنا إن رأيت ليلة القدر، إلى أنا يا شفت ليلة القدر، معناتها إلى عرفت بلي هذه هي ليلة القدر، شهي الحاجة اللي نقولها؟ واش نقول؟ قالها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. معناتها باللي إنسان كي يعرف يتحرى إنه هذه ليلة القدر ويكون يصلي ويدعي في ربي سبحانه ويحس باللي هذه ليلة القدر، قالت له: شاهي الحاجة اللي نقدر نقولها، ولا شنو الدعاء اللي نقدر نقوله؟ كاين بزاف ناس اللي تتلف لهم وينساو حتى الدعاء اللي يدعو به. قالها: إلا تحريتي ليلة القدر ولا حسيتي بلي هذيك هي ليلة القدر، قولي هذا الدعاء، قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. العفو، ما هو العفو؟ العفو واش معناتها؟ العفو ماشي كيما الغفران، كي نقولوا يا رب اغفر لنا، كي نقولوا يا ربي اغفر لنا، ماشي كيما نقولوا يا ربي اعفو عنا. الغفران معناتها ربي سبحانه يغفر معناتها يسامح، يسامحك على هذاك الذنب، لكنه ما يمحيهش نهائيا، ما يمحيهش. بصح كي تقول له بلي يا ربي اعفو عني او اعفو عنا، العفو معناتها خلاص هذاك الذنب نحذف، خلاص تسيبريما كامل، معناتها بلي هذاك الذنب خلاص تنحى كامل، معناتها ربي سبحانه نحاه لك خلاص
كأنما رجعت صفحة بيضاء، مثل الطفل الصغير كيزيد، الطفل الصغير كيزيد يزيد صافي ورقة بيضاء هكاك. العفو. على هذيك اللي قالها قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربي إن شاء الله يعفو علينا وعلى كل المؤمنين والمؤمنات. كل نترحم على خويا مرارا وتكرارا، ونقول له يا خويا عندك أختك إلى نساوك كامل الناس، أختك مش رايحة تنساك، أنا منش رايحة ننساك، راح ندعي لك ليل مع النهار، سيرتو في هذا الأيام، في هذه الليالي العشر المباركة. ربي إن شاء الله ينور لك قبرك، إن شاء الله يفتح لك بيبان الجنة يا رب العالمين، انتايا والأب تاعي ربي يرحمه، عمي ربي يرحمه، خالتي، وكل أمواتنا وأموات المسلمين نقولكم كاملين ربي يرحمكم، ربي يعفو عنا وعنكم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واعف عنهم يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.